السلام عليكم. سريع كده هشرح ليكم كل الميزات اللي في الفانتزي من الصفر، وافهمكم الفانتزي دلوقتي من الصفر، وكل الحاجات. انت لو اول مرة تلعب اللعبة هتفهم كل التفاصيل في الفيديو ده، ومش هنطول عليكم الفيديو ان شاء الله. اول حاجة دي تشكيلتي، دي تشكيلتي في الفانتزي. قولوا لي رأيكم فيها ووريني تشكيلتك في التعليقات. اول حاجه عندنا هي النقط بتتحسب ازاي، لان دي اول حاجه الناس بتبقى عايزه تفهمها. النقط بتتحسب لي ازاي وبجمع النقط ازاي؟ انت عندك اول حاجه المهاجمين الاسترايكر بس بيتحسب لهم الهدف ب4 نقط، والاسيست ب3 نقط. والاسيست ب3 نقط ده للمهاجم والوسط والجناح والمدافع والظهير، فاهمني؟ طيب، الوسط بقى او الاجنحه لما بيسجلوا بيتحسب لهم بكام نقطه؟ بيتحسب لهم ب5 نقط. طيب، المدافع لما يسجل بيتحسب له بكام نقطة؟ بيتحسب له ب6 نقط. طب الحارس دي زيادة من عندي، بس انا كاتب النقط المهمة، لكن دي زيادة من عندنا. الحارس لما بيسجل هدف او بيصنع اسيست بياخد 5 نقط على الاسيست، وبياخد 10 نقط على الهدف. الحارس بياخد 10 نقط على الهدف. نخش على اللي بعديه. عندك اللاعب اللي انا عامل عليه سهم اللي هو محمد صلاح. شايف علامة السي اللي فوق محمد صلاح ديت؟ العلامة ديت معناها كابتن. الكابتنة ديت بتخلي اللاعب بتاعك نقطه تتحسب بالضعف. يعني محمد صلاح جايب هدف خد من الهدف ال4 نقط. ال4 نقط دول بيتحسبوا له ب8 لو انت عامل عليه علامة الكابتن. لو مش عامل عليه علامة الكابتن بتتحسب له زي ما هي 4. تمام. هدف واسيست 7 نقط بتتحسب له ب14، وكذلك. فاهم؟ يعني لو عامل 10 نقط عادي من غير كابتنة، مع الكابتنة بياخد الضعف، بيبقى 20 نقطة. تمام. نخش على المرحلة اللي بعديها اللي هي الفايس كابتن. الفايس كابتن ديت بتبقى عبارة عن ان اللاعب بتاعك بيبقى بديل للكابتن. الفايس كابتن بديل للكابتن. يعني الكابتن بتاعك، انا مكابتن محمد صلاح، لكن اتفاجئت قبل المباراة ان محمد صلاح اصلا مش هيلعب اساسي، وما اقدرش اغير اي حاجه، ما اقدرش اغير الكابتنه واوديها على حد تاني. فايه اللي هيغيرها لوحدها؟ الفويس كابتن. اللاعب اللي انا عامل عليه فويس كابتن هيلعب هو بدل محمد صلاح، وهيبقى هو الكابتن. طب افرض اللاعب ده هو كمان ما لعبش، يبقى كده انت حظك نحس. كده انت خلاص ما فيهاش حل تالت. اللاعبين ما لعبوش، فخلاص كده الكابتنه راحت عليك في الجوله دي. نخش على النقطه اللي بعديها. عندك مقابل الخروج بشباك نظيفة لحارس المرمى، لما الحارس المرمى يطلع بكلين شيت ما يدخلش فيه أهداف بياخد 4 نقط. طيب، للمدافع بنفس الكلام، ما يدخلش أهداف ومن الدفاع ما يدخلش أهداف في الحارس ويطلع بكلين شيت بياخد 4 نقط. طيب، بالنسبة للاعب خط الوسط بياخد نقطة. وطبعا المهاجم ملوش أي علاقة بالحوارات ديت، لأن هو مهاجم فملوش دعوة بالدفاع والكلين شيت والكلام ده. نخش على اللي بعده. طيب، نخش للحاجات اللي فيها سوالب بقى. سالب مقابل كل بطاقة صفراء. كل كارت أصفر بتاخد عليه -1. أي لاعب بتاعك، حارس، مدافع، وسط، مهاجم. طيب، مقابل كل بطاقة حمراء -3، واللاعب ده ما بيلعبش معاك في الجولة اللي بعدها طبعا، ده أكيد. طيب، مقابل كل هدف عكسي من نيران صديقة، يعني هدف عكسي أوين جول، بتاخد -2. تمام. نخش على النقطة اللي بعديها. طيب، بالنسبة للمدافعين، مقابل كل 2 هدف يتلقاه المدافع، يعني كل هدفين يدخلوا في الحارس، كل المدافع بياخد -1. ومقابل كل بطاقة صفراء طبعا المدافع بياخد -1 برضو، زي ما احنا قلنا في الصورة اللي قبليها. طبعا الحارس برضو ليه حاجات بتديله نقط. طبعا مش دايما بياخد سالب، يعني مش الكلين شيت بس هو اللي بيديله نقط. الحارس كل 3 تسديدات بيصدها الحارس بياخد نقطة عليهم. كل 3 تسديدات بيصدها في المباراة. ده غير انه لو طلع كلين شيت، الحارس لو طلع بكلين شيت هياخد 4 نقاط زي ما قلنا. طبعا لو بقى صد ركلة جزاء
بياخد 5 نقط. 5 نقط. نخش بقى على الميزات ال4 والخاصيات ال4 اللي دول اللي الناس مش فاهماهم، اللي لازم نفهمها لهم عشان تعرف تختارهم انت. عندك اول حاجة التريبل كابتن. نبدأ بالسهل. التريبل كابتن باينة من اسمها تريبل كابتن، يعني الكابتن زي ما هو اللاعب بتاعك كده بياخد ضعف نقطه، لا هنا بقى هيبقى بياخد 3 اضعاف. تمام. وديت بتستخدمها مرة واحدة في السيزون. طيب تاني واحدة اللي هي الوايلد كارد. الوايلد كارد ديت بتخليك تغير التشكيلة بتاعتك كاملة. يعني لو اللعيبة ديت مش عاجباك وعايز تغير بقى، بتغير التشكيلة كاملة. طبعا اصلا انت ليك كل جولة تغير تشكيلة واحدة، تغير قصدي لاعب واحد. ولسه هدخل في الموضوع دوت بعد ما اخلص في الكلام ده. فالوايلد كارد بتخليك زي ما قلنا كده تغير تشكيلتك كاملة، ولكن هي متاحة عندك مرتين بس، مرة في الدور الأول ومرة في الدور التاني من الدوري الإنجليزي. عندك بقى الفري هيت. الفري هيت ديت متعلقة بالوايلد كارد وزيها بالظبط، لكن الفرق ان انت بتغير اللعيبة بتاعتك كلها لمدة جولة واحدة بس. لمدة جولة واحدة بس. بعد كده اللعيبة بتاعتك بترجع بقى زي ما انت كنت عاملهم في الاول. تمام. اما في الوايلد كارد اللعيبة بتاعتك بتكمل عادي، ما بترجعش زي ما هي، بتكمل بقى زي ما انت غيرتهم كلهم، بيفضلوا زي ما هم بقى. اللعيبة اللي انت غيرتها خلاص بتفضل زي ما هي. ندخل بقى على البنش بوست. البنش بوست دوت يعني انه بيخليك نقاط الدقة تتحسب ازاي. يعني عندك صورة هي للمثل. دلوقتي انت شايف ال4 لعيبة اللي تحت دول دكة، النقط بتاعتهم قدامك وهم مكتوبين اهو. لكن عشان يتحسبوا فوق انت بتستعمل البنش بوست ديت عشان اللعيبة دي تتحسب فوق، النقط بتاعتهم تتحسب مع اللعيبة الأساسية. تمام. وديت معاك لمدة مرة واحدة في السيزون. وندخل على اخر حاجة قبل ما اقفل الفيديو. انت عندك في الفري ترانسفيرز اللي هي على الشمال ديت، او الواحدة على الشمال ديت اللي هي التغييرات. انت بتقدر تغير اللعيب بتاعك، تقدر تغير كل جولة لعيب واحد، ودي فري. لكن لو انت عايز تغير اكتر من لعيب هيبقى عليك بالسالب، هيأثر عليك بالسالب ازاي دلوقتي هقول. هيأثر عليك بالسالب، يعني انت لو غيرت اكتر من لاعب، انت غيرت لاعب كده مفيش سالب، لان ده المستحق ليك انك تغير لاعب كل جولة. لكن انت عايز حصل لك ظرف بقى وعندك لعيب مطرود ولعيب متصاب ولعيب مستبعد، فانت هتضطر تغير كام؟ هتضطر مثلا تغير لاعب زيادة ولا لاعبين زيادة. اللاعب الزيادة بقى دوت اللي غير التغيير الوحيد اللي متاح المجاني. اللاعب الزيادة دوت بيخليك تاخد -4 في النقط اللي معاك. تمام. وبكده انا شايف ان انا شرحت لكم شرح مفصل لكل الحاجات اللي في الفانتازي. يعني لو انت مش فاهم اي حاجة في الفانتازي، شرح مفصل في فيديو 8 دقايق. يا ريت تدعمونا، وما تنساش بقى تقدرني بتعبي بلايك